النهاردة هنتكلم عن هايدي، البنت الجميلة الرجيجة اللي ضربت مثال في الرحمة ومثال للأخلاق ومثال للأدب ومثال للتربية السليمة. ضربت مثال بنت الطفلة الجميلة هايدي اللي لقت واحد طيب، واحد غلبان، حد غلبان بيقول لله يا محسنين، وطلعت اشترت باكو شيبسي ب5 جنيه، وطلعت لقت الراجل يا عيني بيمد ايده وعاوز صدقة او حسنة لله او اي مال لله. ردت الشيبسي وادت الراجل تمن حق الشيبسي، والكاميرا صورتها حاجة جميلة جدا. يعني هي جبرت بخاطر واحد، ربنا جبر بخاطرها، والعالم كله بيتكلم عنه. العالم كله بيتكلم عنه. جبر الخواطر من الإيمان. جبر الخواطر من الإيمان. اللي بيجبر بحد أكيد ربنا بيجبر بيه 10 أضعاف الجبر اللي جبره. هايدي البنت الجميلة المتربية اللي طالعة من بيت أصيل، الناس كلها بتكرمها، والناس كلها بتهديها وبتقول لها انت على راسنا من فوق، وانت مثال للتربية السليمة، التربية النقية الصفية التقية. دي اللي حبيت اتكلم فيه. فعلا هايدي بنت طالعة من بيت أصيل. اللي بيجبر بخاطر الناس ربنا بيجبر بخاطره. جبر الخواطر من الإيمان. العالم كله بيتكلم عنها، ربنا نظر لها، وربنا شافها وبص لها بعين الرحمة. ويعني عشان خاطر هي جبرت بخاطر واحد غلبان. بجد مثال جميل ومثال راقي، وبنت طالعة من بيت أصيل وشبعانة بجد فعلا. اللي بيجبر بخاطر الناس ربنا بيجبر بخاطره. ربنا نظر لها بعين الشهرة وعين الأدب وعين التمني وعين الرحمة. العالم كله بيتكلم عن هايدي البنت الجميلة المؤدبة اللي جبرت خاطر حد كان محتاج فعلا سائل. النبي محمد قال إذا أتاكم السائل على فرس فلا تنهروه. إذا أتاكم السائل على فرس فلا تنهروه. اشترت باكو شيبسي او حج شيبسي ب5 جنيه، طلعت لقت واحد بيقول لله، بيطلب العون لله، ردت الشيبسي في ثانية الا ثانية، وجابت تمن ال5 جنيه وادته للراجل الطيب ده. عشان كده ربنا جبر بخاطرها ونظر لها بعين الرحمة وعين التمني، والعالم كله بيتكلم عنها وبيتكلم عن اخلاقها الكريمة، والسوشيال ميديا كلها بتتكلم عنها. دي تنويه بسيط كنت عاوز اتكلم عنه، لان فعلا دي النماذج المشرفة اللي تشرف مصر، ودي النماذج المشرفة اللي فعلا دي لو يدل على المثال وعلى الاخلاق وعلى التربية السليمة اللي طالعة من البيت منه. وفعلا بجد يعني ابوها وامها واسرتها كلها لكم منا كل التقدير وكل الاحترام. ويا ريت يعني نبص لها يا عيني، فعلا بجد مثال للاحترام ومثال للادب. بجد 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 هايدي على راسنا من فوق، وفعلا اسرتها كلها على راسنا من فوق. وتحياتي لها وتحياتي لابوها وامها واسرتها الكريمه. أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة.